السلام عليكم. هاد السيمانه هادي ما وجدتش فيديو حيت انا في عطله. كنتمنى انكم نتوما تكونوا مستافدين من الصيف ديالكم. ولكن واخا هكاك حاولت نوجد لكم واحد الفيديو اللي هو مقتطفات من الهضره قلناها في ستيم. هضره اللي يا اما ربما كتخلي الواحد انه يفكر، ولا بعض الهضره اللي ربما ما غاديش تجي عليها فيديو كامل، ولكن كتبان ليا كوميم انها تستاهل انها تنشر. فرجه ممتعه ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. I think انه en fait you shouldn't have enemies من ناحيه من ناحيه انانيه محضه. لقيت واحد اللعيبه قال لك hating someone is like drinking poison and waiting for him to get hurt. يعني ملي كتكره شي واحد it's like كتقتل فاس، كتضرب فاس، ولا كتشرب السم وكتسنى ان داك الواحد توقع عليه شي حاجه. so I was thinking في هذا البلان هذا، حيت انا ليترالمون بعد المرات كتوقع ليا كيدير لي شي واحد شي حاجه وكيبقى فيا الحال، كنتعصب وتنبقى نقول كذا وكذا وكذا، وكنقول مع راسي ولكن ما خصنيش نكرهو كذا هذا، ولكن واخا هكاك بعد المرات كتعصب. I think there are two faces to that. الحاجه الاولى هي انه بعد المرات ما كتفهمش وجهه النظر ديال الاخر، حيت we just lack empathy. when you understand where the other زعما وجهه النظر ديال الاخر you literally كتوقع في جوج الحوايج، كتغيزوني داكشي اللي هو دار. فهمتي؟ شي واحد دارك شي حاجه كتغيزونيها، ومني كتغيزونيها you either find that it's logical ودونك ما كانش خاصك تعصب، you either find that هذاك خونا ولد لق حرام. and if you find that هذاك خونا واحد ولد لق حرام، احسن ما يمكن دير هو انك ما تبقاش تهضر مع هذاك خونا، تخرجوا من حياتك. so when you say مني كتقول I have no enemies only friends and people I don't care about، يعني الوحيد اللي غادي نتعصب الا دار ليا شي حاجه، والوحيد اللي غادي نحاول نحل المشكل، والوحيد اللي غادي نصدع راسي وغنمشي نهضر معاه ونقول ليه هذا واجي نحلوا هذا المشكل وهكذا شي لي هذه وهذا، هما فريندز والناس اللي قراب ليا. حيت مثلا راندوم بيبل في الانترنت ولا شي واحد تلاقيت ولا شي واحد كنعرفو ولكن ماشي شي صاحبي ولا هذا، غادي غير نسد عليه وغنديرو في الخانه ديال I don't care about him. the fact of the matter is الناس الوحيد اللي كنضيع وقتي باش انني نحاول نحل معاهم المشاكل هما الناس اللي عزاز عليا. and it's not easy to get to that، باسكو بعد المرات كتحاول انك تحل المشاكل ديالك مع الناس اللي ما عزازش عليك. وغير راجعتي انا هذا العبد الضعيف اللي قدامك، راجعتي مثلا فيسبوك هذه 5 سنين، ولا فهمتي هذه 5 سنين مثلا في 2018 2017 I would argue with random people في فيسبوك. بعد ما شي واحد يكتب لي كومونتير نقول له لا ما عندكش الحق نبقاو نضاربوا وهذا ولا كنحاول نقنعه، ولا حيت كانت عندي ديك الفكره ديال انه كل شيء ضعيف، خاص غير الانسان يتفهم ويقتنع وهذا. and now that كبرت وقربت نوصل 30 عام اقتنعت بانه اولا ماشي كل شيء ضعيف، وثانيا واخا يكون كل شيء ضعيف ماشي خدمتي انني نحاول نقنع كل شيء ونتصالح مع كل شيء ونكون ضعيف مع كل شيء، حيت it's literally a lost battle. يعني بحال كتحاول دير شي حرب ما كاينش. يعني كون كان بامكان اننا نشدوا الناس كاملين ونبداو معاهم من صغرهم، نديروا لهم فورماتاج من صغرهم، فهمتي، ونحاولوا اننا نتقادوا كاملين على واحد المسلمات وواحد الابجديات من الولاده، غادي يمكن لنا اننا نصنع واحد المجتمع مثالي وفيه الاغلبيه ديال الناس مزيانين، من غير الناس اللي مرضى عقليا ولا لي زيكستريم. but we can't do that. لو بروبليم هو انه التراكمات ديال التخربيق وديال الافكار المغلوطه وديال التجارب الخايبه وهذا ما يمكنش انك انت تجي في فيديو ولا في عام ولا حتى في 10 سنين تبدلهم للناس. so you do your thing، واللي بغى يسمع اللي ما بغاش يسمع شغله هذا. كيفاش غنقاد الملامح؟ we talked about this هذاك النهار. القرن 21 انا نعطيك مثال علاش مازالين ولاد عندهم الحجبان ملاقين في القرن 21. شنو هو البورسونتاج ديال الناس في العالم اللي كيجيهم اتس سكسي ثينك ان يكونوا عندك حجبانك فيهم لوطوط، فهمتي؟ ابار الا كنتي داخل هوغوارد ديال التقواص، الهدف ديالك في العالم في الحياه هو تولي مقوس بروفيسيونيل، there is absolutely no reason باش يكونوا حجبانك مزمعين تبقاو تعصبوا فينا. وكتهضر مع شي واحد تيقول لك واو جول هذيك حنا رجال ما كنقيسوش حجبانه. طفاك صاحبي، كيفاش راجل ما تقيس حجبانك اصاحبي؟ هي دابا تقول لي هي دابا سنانك ما تقادهمش على هذا الحساب. من الا قاديتي سنانك ولا مقادين علامه ديال ديال البنوته هذيك، خص سنانك يكونوا كحل، فهمتي؟ سنانك خصك تكون كتضحك كيبان الانسان المستقبل ديالو معاك كحل بحال سنانك باش تكون راجل. وجهك حتى هو عندك شي نهار دير لاك كريم سولير ولا شي حاجه، خرج خلي الشمس تضرب فيك دقدقك
مزيان حتى يوليو عندك الحفاري بحال الطريق ديال ام الضبيع. طريقه الام الضبيع فيها الحفاري اي دون نو. المهم وديك الساعات باش تسمى اجل I mean come on there is a middle ground. فهمتي there is a middle ground. Look at Frida Kahlo. Yeah, Frida Kahlo was a freaking genius and one of a kind in like the whole history of art. You are probably not Frida Kahlo أخي. But what I'm saying هي أنه بالنسبة لي أرجولة ماشي هي أنك تكون مكشتل اللي كيطيح ليه شعره. I mean it depends. I think إذا كانت يطيح لك شعرك either كتلقى شي ستيل اللي كيجيك مع شعرك فهمتي وكتولي كتبان ناضي بهذاك الستيل. مثلا زيدان خونا لا كلاس شعره ما كاينش ولكن لا كلاس لو باناش نو اومو. يا اما كتضرب كاسكيطه يا اما كتمشي لطوكيو وكتزرعو تو سامبلومون. اتس نوت ذات اكسبنسيف. بديتي تاخذ عام ديال البوز اني سيزور من خدمتك ولا من هذا باش تجرب دير واحد المشروع فهمتي. از ات worth it ولا لا؟ I would argue that الا كنتي عارف المشروع اللي باغي دير وعندك ان بلان هذا it's worth it الا كنتي عارف انه تقدر ترجع لديك الخدمه من بعد فهمتي. الفرق والمشكل هو دابا كنشوفوا الداعي ديال دابا انا غنوصل لكم دابا شنو كيوقع. كنشوفوا الداعي ديال دابا they have no basis ولا شي حاجه اللي راجع عليها and he goes all in في شي حاجه. مثلا تيقول انا I will make it or break it في الاي كوميرس وهذا and I have nothing else to do. it's good. علاش it's good؟ حيت ملي كتكون all in في شي لعيبه كدير اي حاجه باش ان ديك اللعيبه تصدق سو غادي تقاتل معها. ولكن it's really bad حيت الا ما صدقاتلكش ديك الحاجه ما عندك والو. تقدر انت تخدم 5 سنين في الاي كوميرس والدومين ديال الاي كوميرس كامل يطيح حتى تولي انت واعر والدومين ديال الاي كوميرس يطيح. ملي تهضروا على لي ريسك اي فيل لايك هذا واحد البلان اللي ما كيتهضرش عليه بزاف في ريسك تيكين في الناس اللي دابا الا كانت عندك 10000 درهم وتقدر تجاب اي كوميرس ب 1000 درهم هذا الثمن ديال الفلوس ولكن الثمن ديال الوقت حيت it's always about opportunity cost فهمتي. الا كان عندك عام وداك العام غتتعلم فيه هادي وغتتعلم فيه هادي وغتتعلم فيه هادي خصك تختار ديك الحاجه اللي عندها لي شانس باش انها تصدق اللي تقدر تعطيك واحد الاكسبيريونس اللي تقدر تبيفوتي بها. this is an important thing. so مثلا الا مشيتي مثلا دابا بديتي كتعلم انك تولي عصام وبغيتي تقول وقلتي I will make it في الفن كعصام I would argue it's worse بزاف لانك تحاول انك تولي ديفلوبر. علاش؟ بغض النظر على الخدمه ما كايناش وهذا كاين واحد ريسك واحد اخر. الا غدا مثلا الدومين ديالك ديال الاسم طاح نقول مثلا جات ميد جوني وطيحات لك الدومين ديال الاسم صعيب باش انك تعاود تغوكونفيرتا في شي حاجه واحده اخرى فهمتي. بيتيت غتمشي غدير ديزاينر ولا شي لعيبه ولكن الا غدا مثلا تعلمتي واحد اللونغاج ولا تعلمتي واحد الدومين في الديفلوبمون وطاح تقدر تبيفوتي غتكون خديتي لي باز. اوكي مثلا نقولوا تعلمتي راست اللي هو واحد اللونغاج وراست ما بقاش مستعمل غتقدر تبيفوتي تقدر اللعيبه انت شويه غتعاود دير فورماسيون اللعيبه 6 شهور غتعلم بيتون غتولي مزيان في بيتون. so another factor هي هاد pivot opportunities زعما انا غادي في هاد الطريق this is my plan فهمتي. ولكن هاد البلان هذا واش كيخلي لي المجال باش انه ندور شويه هكا ولا ندور شويه هكا الا تسد الباب قدامي الا تسد الطريق قدامي. حاليا كنعيشوا في واحد العالم اللي كل شيء ماشي مفروض عليك ما كنقولوا لك كيفاش خاصو يكون بما في ذلك الاحلام ديالك. يعني كيقولوا لك الناس ها شنو خاصك تحلم. this is happiness. السعاده هي انك تكون عايش عندك ديو طوموبيل واي ساطه بغيتيها تنعس معاها وكذا وكذا وكذا. يعني you don't own anything. You don't even own your own definition of what makes you happy. تصور هذه ضوادي فارق التعريف ديال شنو الحاجه اللي كتخليك سعيد باسو فرضوا عليك شي واحد كتشوفه في شي بلاصه وكتقول بغيت نكون بحال هذا ديال السعاده. so I think that if what makes you happy is routine, calmness, steady life ما تكونش مخلوع ولا خايف من شنو غيوقع غدا it's totally fine. and if it's not it's also totally fine. الا كنتي ما باغيش تعيش بحال هكا don't let others, don't let influencers ولا ميديا ولا شي واحد يفرض عليك شنو هي التعريف ديال السعاده. ديوجين واحد من اكبر الفلاسفه ديال العالم كان تيعيش في طاو ديال الزبل ملي كان دايز الكسندر الاكبر مقدام وقال له انت فيلسوف كبير وهذا شنو اي حاجه بغيتيها طلب مني اي حاجه بغيتيها نعطيها لك. قال له ديوجين بغيتك تكحازك مغطي عليا الشمس and he was happy. عاش حياته كامله بحال هكا but he was
he was truly free حيت ما خلاش واحد اخر يجي يفاض عليه شنو هي السعاده right. So yeah, be free معنيتها also don't let other people tell you what makes you happy. جرب. And if you find that اللي حاجه اللي كتخليك سعيد هي انك دير الضا والطوموبيل وتبقى تمشي تخدم من 9 للصباح 5 د العشيه وتجي تلقى مراتك وولادك وتضحك معاهم وتنشطوا وتنعسوا ولا غتلي تعاود داكشي وفي الويكاند تمشيو للغابه وديو بيكنيك, it's totally fine. And if you find that this is not what makes you happy وباغي دير شي حاجه واحده اخرى, as long as you have a plan, as long as عارف راسك فين باغي تمشي, it's also totally fine.